يوم عسل علينا وعلى عيالي عشان ما يحسوش بحاجة رغم الظروف. الحاجة طبعا غالية، عشان كده انا لما بلاقي اي فرصة ان انا اجيب بيها حاجة تتخزن ويتوفر عليا وقت ومجهود بعمل كده. انا كنت جايبة الكرنب زي ما قلت لكم ونزلت الفيديو بخزنه ازاي باللبن. بطلع كيس زي يوم زي ده مكتئبين كده، ربنا ما يوريكم الاكتئاب اللي عندنا. وبطلع الكيس ده وبعمله، ما بحسش العيال ان في اي حاجة خالص. عملت حلة محشي ووفرت على نفسي كتير جدا وما كلفتش نفسي كتير، بما ان الكرنب غالي اليومين دول. فانا كنت جايبه 3 كرنبات ب50 جنيه، التلاتة دول عملوا معايا 4 اكياس او 5 اكياس. المهم، وكمان كان عندي شويه طماطم قربوا يطروا، فرحت عامله اللهم بارك تسبيكه المحشي، سلت كيس وعملت كيس معاكم في الفيديو. اوعي تحسسي ولادك في اي يوم من الايام ان الحاجه غليت. في حاجات كنا بناكلها مش هينفع ناكلها، الظروف علينا كلنا. بس اللي لازم تتعوديه انت كبيره قبل ما تعلمي لولادك ان انت تستغل الظروف. لقيت حاجات رخيصه هاتها، ما تقولش انا معيش فلوس. حتى والله يا جماعه لو الحاجات دي ب 30 20 50 جنيه، انت وميزانيتك بقى اعملي ده وفرحي بيتك بعيالك بجوزك، وتوكلي على الله وما تخافيش من اي حاجه. طلعت كيس الكرنب، عملت التسبيكه، ولعت على الفراخ، كنت عامله كمان بالمناسبه وراك زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك هعمل عليها حلة محشي كبيرة، وكمان هعمل حلة لسان عصفور جنبها. شوية البصل باخدهم احطهم على الشوربة والفراخ وهي بتتسلق، هتفرق معاكي التركة دي ومش هترمي شوربة من هنا وجاي، وعيالك كمان هيحبوها. وحطيت الملح والكمون والكزبرة وبغطي عليها، وشوية فلفل اسود، وما كتريش الفلفل الاسود في الشوربة عشان هيسود لونها، احنا عايزينها فاتحة زي ما هي عشان تبقى شكلها حلو. وادي التسبيكة بتاعة الطماطم، ولعت على البصلاية فصين توم كبار، شويه صلصه، ما تسيبيش حاجه، طوفي الشفشف بتاع الصلصه كده نزلي ميته فيها وهشيلهم. وكمان كان عندي معلقتين صلصه هحطهم عليها، وهشيل كيس وهعمل كيس. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر واحد، اذا كان كرنب او صلصه. اللهم بارك. الطماطم سعرها حلو دلوقتي في السوق معقول، ولو نزلت اخر النهار هتلاقيها احلى واحلى. بالنسبه بقى للخضره، الخضره يعني كحجم وكلون وكشكل وكل حاجة، ده الموسم بتاعها. لو تقدري كمان تخزنيها خزنيها. ممكن تجيبيها تقصقصيها زي ما انا بقصصها كده وتخرطيها وتشوحيها في معلقه سمنه تنزل ميتها، او من غير سمنه حتى، بس السمنه كده كده بتبقى حلوه يعني. وانا ما بحطش سمنه على الخضار، بما اني شوحته من الاول وشايلاه في الفريزر. بس انا دي هعملها على طول. تقدري كمان تشيليها متخرطه كده في الفريزر وتطلعي قطعه وتحطيها. شوف اللي يناسبك انت واعمليه ايا كان بقى. انا بديكي فكره، مش لازم تمشي عليها، بس ممكن تاخدي الفكره. كل واحد ليه ظروفه، وكل واحد فيه اللي يناسبه وليه اللي ما يناسبوش. وكمان بطهر الخضره بشويه خل قبل ما اخرطها. التركه دي حلوه جدا جدا، بتشيلي منها اي فطريات. اللهم بارك. وما عيالك ما تكونش بطنهم وجعهم. وشويه رز، وادي الميه غلت الطماطم اتسبكت، واسمي عملت لهم محشي. ويبقى لقيت الخضره كده فيها حتت طويله شويه، فرحت مقصصاها. وعصره الليمون قبل ما تنزل في شوربه الفراخ، اللهم بارك. الفراخ شطفناها خلاص بميه وخل، وقبل ما الميه ما تغلي بدقيقه كده عصره ليمون، وتسيبي الليمونه فيها دقيقه، وبعد كده بليمونها على الحله. ودوقي احلى شوربه مع شويه البصل بدون توابل كتير بقى. وادي اهو التسبيكه بتاعه المحشي جهزت. فباخد اللي انا هشيله، الجزء اللي انا هشيله وهحطه على جنب في الارض. يبقى انا عندي بدل التسبيكه 2 هحطها على الارض، وانزل بالرز والخضره وهسبكه. اللهم بارك. جهز في ساعه زمن، مفيش احلى من كده. بدل ما تجيبي كرنبايه وتقعدي تسلقيها، ده لو انت مثلا ربنا موسعها عليكي تقدري تجيبيها وتعمليها في يوم. انا ما اقدرش، انا لازم اجيب الكرنب لوحده واحشيه في يوم، الفه في يوم لوحده وهكذا. اعملي كده، خدي الفكرة. لو انت متابعين لحد دلوقتي اعملي لايك وشير. دمتم بخير، اسيبكم في رعاية الله.